أهلا بكم متابعي قناة ملوك البلابل. إذا كان عندك بلبل ميت الأفضل لا ترميه، لأن البلبل إذا رميناه خلال فترة أيام يتعفن، واحتمال أي حيوان قط أو كلب يأكل هذا البلبل المتعفن ويعني يصاب بأي مرض. لأن الطيور الميتة تظهر فيها بكتيريا وجراثيم وهي ميتة. فالأفضل إذا كان عندك بلبل أو أي طير آخر أن ندفنه. تعالوا نشوف طريقة الدفن. بدفن البلبل هذه الطريقة الأفضل للبلابل الميتة والطيور الميتة وأي حيوانات حتى ميتة، الدفن. هذا، ونتمنى لكم الفائدة، وإلى اللقاء في مقطع قادم إن شاء الله.